خرج المئات من المعلمين اليوم للتظاهر في مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة حكومة العليمي رفضا لاستئناف العملية التعليمية التي أعلنت عنها نقابة المعلمين. وطالب المتظاهرون بتنفيذ كافة مطالبهم بعد إعلانهم الإضراب الكامل عن العمل. وتأتي هذه المظاهرة بعد يومين من إعلان نقابة المعلمين في تعز تعليق إضرابها الذي كانت قد بدأته قبل 3 أسابيع. ويأتي هذا أيضا بعد اجتماع النقابة مع محافظ تعز وقيادات السلطة المحلية بالمحافظة، والذي وصفت نتائجه بالوعود الجوفاء التي تهدف لكسر الإضراب المفتوح. وكانت لجنة اتحاد التربويين قد أعلنت رفضها لأي حلول ترقيعية، مشددة على استمرار الفعاليات الاحتجاجية في الشارع حتى تحقيق المطالب، ومنها إعادة هيكلة الأجور وصرف غلاء المعيشة وتسديد المستحقات المالية. في المقابل أعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء بدء صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة لشهر ديسمبر 2024 وفقا للآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة. وأكد البنك في الإعلان الذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أن عملية الصرف بدأت يوم السبت 11 من يناير 2025، وذلك عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي وكاك بنك الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.